السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. تعالوا مع بعض هنعمل النهاردة البانيه الكداب. هنعمله من غير لا لحمة ولا فراخ. حاجة كده قمر وعسل، طعمها في منتهى الجمال وتحفة، هتعجبكم ان شاء الله وتنور رضاكم. هنعملها بحاجة موجودة في كل بيت وما نقدرش نستغنى عنها خالص. هي ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض هي ايه. البطاطس. هنعمل البطاطس النهاردة بانيه كداب. ازاي؟ هقول لكم على الطريقه دلوقتي، طريقه سهله وبسيطه جدا. بصوا معايا، البطاطس بغسلها وبقشرها وبقطعها بالشكل ده. السمك ده مش عايزاه ولا رقيق ولا عريض. هتقطعي بقى كميه البطاطس اللي انت محتاجاها بنفس الطريقه وبنفس الشكل. تمام؟ لحد هنا تمام. هنبدأ بقى بعد كده نكمل بقية كمية البطاطس. انت بقى والكمية بتاعتك. عايزة تجربي في بطاطستين بس جربي. بس عايزة اقولك النتيجة مرضية جدا وهايلة. تحفة. اهو. هنكمل بقية كمية البطاطس بنفس الطريقة. اعملي الكمية اللي تعجبك، بس بنفس التقطيعة دي قطعيها. انا قطعتها نفس التقطيعة دي علشان بتبقى مدياكي شكل البانيه. هنعمله مع بعض النهاردة بطريقة جميلة جدا، من غير لا لحمة ولا فراخ، علشان نتحدى الغلاء اللي احنا فيه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، معايا هنا حلة على النار، احط فيها معلقة كبيرة ملح، وهبدأ انزل فيها بكمية البطاطس بتاعتي بالشكل ده كده. انزلي بكمية البطاطس كلها. الحلة كبيرة وهتاخد البطاطس اللي معايا كلها. هتقعد قد ايه على البوتاجاز؟ هتقعد من 3 دقايق ل4 دقايق. مش عايزاها مستوية على الاخر علشان وانا بتبلها ما تتفرفتش مني. عايزاها مستوية 3/4 سوا. تمام؟ مش عايزاها تدوسي عليها كده تتكسر في ايدك، لا. 3/4 سوا علشان تكون مسنودة في ايدك من 3 ل4 دقايق. وكل شوية طلعي واحدة وشوفيها بالمعلقة السيليكون. تعالوا بقى نعمل الكفر بتاع البانيه بتاعنا. هنجيب كوبايتين دقيق، وعليهم كوباية فيجيتار حار. ده فيجيتار سايب من عند العطار، كوباية فيجيتار حار اهو. او لو ما عندكيش السايب ممكن تحطي كيس من الفيجيتار اللي هو الفاين فودز. معايا معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، توابل فراخ، بابريكا، ملح، فلفل اسمر. ولو عايزة شطة حطي. بس بما ان حاطة فيجيتار حار بما اني حاطه فيجيتار حار مش هحط شطه. معايا كوبايتين ميه، هبدا انزل فيهم وهقلب كده كويس جدا. كانك بتعملي عجينه الكريب بالظبط. بس انا مش عايزاها خفيفه، عايزاها تقيله. الخلطه دي خدت مني كوبايتين ونص ميه. هقلبها كويس جدا، عايزاها تقيله مش عايزاها خفيفه، علشان لما انزل فيها قطعه البطاطس تمسك على قطعه البطاطس، ما تبقاش خفيفه وتنزل منها. قلبيها بقى كويس جدا عشان ما تبقاش فيها اي كلاكيع ولا اي تكتلات. بالشكل ده كده. البطاطس بتاعتي استوت، لسه مطلعاها حاله. لو انت عايزه تطلعيها على دش ميه ساقع مفيش مشاكل، بس انا كنت مستعجله وعايزه اعملها. ده كريسبي من عند العطار، بيبقى خشن، وده بيبقى لونه ما بيبقاش فيه اي توابل خالص. خدته ضربته ضربه كده في الكبه بتاعه الخلاط علشان خاطر يبقى ناعم بالشكل ده. وهجيب البطاطايه هنزل بيها كده في العجينه اللي انا عملتها. وبعد كده هنزل فيه الكريسبي بالشكل ده كده. تبليها واضغطي عليها ضغطة خفيفة كده بس عشان البطاطساية بتاعتك ما تتكسرش منك اهو. بالشكل ده كده. ظبطي شكلها علشان خاطر تبقى مستوية ومدياكي شكل البانيه بالظبط. اهي. معايا طبقة كده واحطهم عليه. بعد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها احطهم في التلاجة قيمة ساعة او ساعتين. وبعد كده هرجع عليهم تاني علشان تكون الخلطة ثبتت على قطعة البطاطس بتاعتي عشان تديني شكل البانيه.
اهي اضغطي بقى عليها كويس كده وسوي شكلها علشان تبقى شكلها متساوي. هنكمل بقى بقية كميتنا بالشكل ده. قلت اقرب لكم شوية الكفر علشان تشوفوني وانا بغلفها بيه علشان تسويها زي قطعة البانيه بالظبط. الدنيا غلا والناس مش مستحملة خالص، لازم نفنن في أفكارنا عشان نعمل حاجات حلوة وفي نفس الوقت مغذية. البطاطس مغذية وكمان غيرنا فيها، يا محمرة يا مهروسة، لا احنا بنغير فيها علشان خاطر كمان أولادنا. حطيتها في التلاجة قيمة ساعتين وهبدأ دلوقتي أقليها على زيت سخن بالشكل ده كده. بقلبها تفضل على الوش الأولاني لحد لما تحمر وبعد كده بقلبها على الوش التاني. طلعيها بقى على فرشة بقدونس تحفة جميلة جدا، قدميها مع كاتشب او شرايح خيار وشرايح خس وطماطم، وهاتي كايزر واعملي كده زي ما احنا بنجيب السندوتشات من المحلات. بصي فنني فيها وغيري في الشكل والديكور براحتك. انا اديتك الفكرة وانتي وذوقك بقى اعملي اللي انتي عايزاه، اللي يريحك اعمليه. لو عجبتك بقى طريقتي النهاردة اضغطي لي لايك للفيديو. حاجة كده قمر وعسل جميلة جدا، مش مكلفة، عملنا حاجة مغذية وغيرنا فيها وفرحنا ولادنا بأبسط الطرق وبأبسط الأشياء. هكمل بقى بقية الكمية وبعد كده هنقدمها مع بعض. كده كده البطاطس مستوية، مفيش بس الا الكفر والعجينة اللي جوه، وطبعا النار بتاعتنا تكون عالية علشان خاطر لو حطيت النار هادية هتمصلي الكفر بتاعي وهتخليها ناشفة زيادة عن اللزوم. لا، هي نار عالية وهتبقى بالشكل القمر التحفة ده. عسل، عايزة اقول لكم كان طعمها في منتهى الجمال، طعمها تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم. ولو عجبتكم النهاردة وصفتي تضغطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واللي اول مرة يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. استودعكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.